تفيدة تخلي سيد افندي بيلبس هدومه عشان ينزل يروح شغله وتسأله سؤال: هتاكل ايه النهارده يا سيد؟ سيد يفكر يلاقي نفسه مش عارف يقول ايه. لسه هو واكل طبق فول ونفسه مسدودة ومش عايز يفكر في الاكل. يقول لها: ايه اللي تطبخيه يا تفيدة؟ تقول له: ما تقول نفسك تاكل ايه؟ يقول لها: مش عارف اقول لك ايه، نفسنا ناكل حاجة غريبة كده. بعد ما يقول الكلمتين دول يخرج من البيت يروح على شغله. يرجع الساعة 3:30 الظهر، يرجع هبيان من الجوع. ينده على تفيدة: الاكل يا تفيدة. تقول له: حالا يا سيد حالا. بعد شوية يطلع سيد يقعد على الترابيزة، ابنه موجود وبنته موجودة ومراته في المطبخ. شويتين تهل مراته وهي شايلة طبق ضخم في حاجة غريبة. تفيدة تقول له: الأكل النهاردة مفاجأة يا سيد، عملت لكم بيتزا. سيد: إيه؟ قال لها: إيه؟ بيتزا؟ زعل سيد. بيتزا إيه يا تفيدة؟ ده عبارة عن رغيف عيش مغمس بجبنة وزيتون وقوطة. أولاده يضحكوا. يقول لهم: تضحكوا على إيه؟ يقولوا له: إحنا اللي اخترنا البيتزا يا بابا. ماما كانت هتعمل دقية بامية باللحمة الضاني، قلنا لها لا، عايزين بيتزا. سيد يزعل. يقول لهم: صحيح انتوا ما عندكوش ذوق للأكل، حد يرفض دقية البامية اللي باللحمة الضاني؟ مرة تانية بقول ضاني ضاني، حد يستبدل عظمة اللحمة وأبهة البامية برغيف بيتزا؟ ابنه يقول له: احنا ماشيين بالديمقراطية يا بابا، احنا 3، ماما وانا واختي وانت واحد، ال3 عايزين بيتزا. سيد افندي لاحظ ان الحكاية دي بتتكرر. يوم الولاد يقولوا له: ناكل بيتزا، يوم يقولوا همبرجر. سيد افندي يعارض، يقول: يا ناس يا ناس، حد يسيب الملوخية بالأرانب وياكل همبرجر؟ حد يسيب صينية البطاطس باللحمة ويقول آكل بيج ماك؟ ايه الذوق ده؟ المهم ان سيد افندي كان بيمثل المعارضة. اخيرا اتفق مع مراته، قال لها: يا تفيدة، اعملي لي انا اكل لوحدي وابعدي عن الاكل الخواجاتي ده، انا مصاريني نشفت. مش كده ولا ايه؟ وغدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي.